خبر عاجل واعلان مفاجئ في نادي الاهلي، وكولر يرجع من الاجازه ويبلغ لجنه التخطيط باسرع وقت ممكن لضم الصفقات الاجانب اللي هو عرضها على لجنه التخطيط. هنعرفها مع بعضينا في الحلقه النهارده ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم اوحى من طيم الاهلي. حلقه جديده، وقبل ما نبدا على اي حاجه ما تنسوش تذكروا الله وتصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وكمان ما تنساش تعمل اشتراك ولايك علشان يوصل لك كل جديد من طيم الاهلي. وقبل ما نخش في اي صفقات معانا النهارده، معانا كام خبر كده هنقولهم من تركي الى الشيخ. طبعا تركي الشيخ قال اني عاوز يعمل مباراه ما بين بطل دوري ابطال اوروبا اللي هو ريال مدريد قدام بطل دوري ابطال افريقيا. طبعا كل الناس قالت الزمالك، طبعا عشان هو لسه واخد السوبر من الاهلي والكلام ده كله، فالناس كلها مرشحه الزمالك انه يلعب قدام ريال مدريد طبعا، اللي تركي الشيخ هيعملها في السعوديه. فطبعا الراجل قال لا، احنا عايزين بطل دوري ابطال افريقيا اللي هو طبعا الاهلي. فهو هيعمل مباراه ريال مدريد قدام الاهلي اللي هم ابطال اوروبا وابطال افريقيا. طبعا ان شاء الله لسه هيتحدد الموعد بتاع المباراه دي، طبعا في حاله ان الاهلي وافق والريال مدريد وافق. لو رئيس النادي هنا ورئيس النادي هنا وافق على القرار دوت، هيتلعب في اقرب وقت في السعوديه. ومعانا خبر تاني، طبعا اليو ديانج واحمد عبد القادر. طبعا الاهلي ابلغهم بعد اعاره كل ما هم، طبعا احمد عبد القادر واليو ديانج بعد الاعاره بتاعتهم يتجهوا على طول للمعسكر النادي الاهلي علشان كاس العالم. طبعا الاهلي مش ملهوش او مش نيته ان هو يجدد تاني للعيبه ديت الاعاره بتاعتهم يعني وكده. فهو هيخليهم موجودين بعد الاعاره على طول ينضموا للنادي الاهلي علشان ينتظموا ويبقوا موجودين مع مارسيل كولر في كاس العالم 2025. طبعا كلنا عرفنا طبعا الكابتن محمد رمضان بقى مدير الكوره في نادي الاهلي. طبعا القرار دوت اتصدر من الكابتن محمود الخطيب من غير ما يرجع لمارسيل كولر ولا اي حاجه من ديت. هو الراجل قال لازم مدير كوره. طبعا كان مارسيل كولر كان رافض الفكره دي خالص، وقال مش عايز مدير كوره معايا بعد الكابتن خالد بيبو طبعا. وقال لا، انا مش، انا عايز سامي قمصان يبقى هو مدير الكوره، هو طبعا مدير العام بتاعه يعني وكده. فطبعا الاداره بعد المشاكل وبعد كل حاجه حصلت في السوبر الافريقي، قالت لا، لازم يبقى فيه مدير كوره، وعلى طول طلعوا من الكابتن محمد رمضان. واول ما مسك الكابتن محمد رمضان ادى غرامه. هو تصريحات بتقول كده ان محمد رمضان وقع غرامه على كل لاعب بعد مباراه السوبر 800 الف جنيه. طبعا انا مش مع القرار دوت. القرار ده لو كان اتاخد كان اتاخد على طول بعد المباراه. طبعا دلوقتي لسه القرار متاخد تقريبا امبارح، فانا مش مع القرار ده خالص. اللعيبه كلها هترجع زعلانه ومتضايقه والكلام ده كله. ماشي، انت اتهزمت بطوله وكل حاجه، انا هبدا بقى اظبط من اللي جاي. خلاص، انا محمد رمضان ما كانش ماسك في وقت السوبر، انت جيت بعد ماتش السوبر، خلاص ما مالكش بقى ان انت تخصم والكلام ده كله. كان الكابتن محمود الخطيب هو اللي كان قاعد مع اللعيبه وخصم والكلام ده كله، وكان الحوار خلص. لكن الكابتن محمد رمضان، انا من وجهه نظر انا، بيعمل عداوه ما بينه وما بين اللعيبه، اللي هو مش ما كانش في الصوره خالص في ماتش السوبر، وجه بعد ماتش السوبر حط الغرامه ديت. انا لو منه كنت حطيت يعني كنت بدات بقى مع اللعيبه واحده واحده، وكنت زي ما هو طلع تصريح برضه وقال ان لو اي لاعب سهر، راح فرح، راح حفله من غير اذن النادي ومن غير ياخد الموافقه يعني من النادي الاهلي، هيجي عليه غرامه تقريبا مليون جنيه. هو حط البتاع ديت، وطبعا يعني حاجه جميله جدا من الكابتن محمد رمضان ان هو يقول الكلمتين دول عشان ما حدش يروح بعد كده بقى يسهر ويروح حفلات ويروح ما اعرفش مع تامر حسني فين ومع اسلام سعد بتاع البدل فين والكلام ده كله. طبعا احنا اتكلمنا فيه الحلقات اللي فاتت كلها. فطبعا انا مع القرار بتاع محمد رمضان بتاع ان هو يخصم لاي لاعب لو راح اي حفله من غير اذن النادي. لكن 800 ألف اللي هو بعد السوبر والكلام ده، كان الحوار مات خلاص، وكان يقعد مع اللعيبه. وانا مش مع القرار ده خالص. لو انت مع القرار ده اكتب طبعا وشاركنا برايك في التعليقات.
واكتب لو هو صح قرار محمد رمضان ان هو يخصم للعيبه بتاعه الاهلي بعد السوبر اول ما مسك، ولا كان عدى الحوار وخلاص بقى بدأ من معاهم من جديد. وطبعا الكابتن كولر خلاص رجع من اجازته، وخلاص اللعيبه كلها المفروض يعني هتبدأ تتدرب خلاص، علشان خاطر طبعا هو قال على لسان كولر، يعني قال ان انا لو رجعت وما كنتش خدت الاجازه ديت ما كنتش هلاقي حد ادربه، والكلام ده كله كان معظم الفريق مع المنتخب المصري، فانا ما كنتش هلاقي حد ادربه وكده، فانا اديت للعيبه راحه واديت لنفسي كمان راحه بعد ماتش السوبر. فطبعا خلاص بقى اتكلم مع الاداره وبدا خلاص يقتنع ان هو عنده نقص فعلا في حته الصفقات والكلام ده كله، وبدا يتكلم مع الاداره وعمل اجتماع مع الكابتن محمود الخطيب، وقال له احتياجاته طبعا، لو هيجيب حد هنا من مصر محلي او هيجيب اجنبي، فالصفقات كلها عرضها على الكابتن محمود الخطيب. ولجنه التخطيط كمان قالت له على كام صفقه كده، ومن ضمنهم مصطفى زيكو زي ما احنا اتكلمنا، وعبد الرحمن البنوبي، وكام صفقه كده برضو محليين طبعا من الدوري المصري، عرضوهم يعني على الكابتن كولر. طبعا احنا اتكلمنا امبارح واول امبارح برضو في الحلقات اللي قبل كده على صفقات اجنبيه، وطبعا كولر اتعرض عليه الصفقات الاجانب اللي احنا قلنا عليها ديت، وقال ان الصفقات الاجانب ديت لو هتيجي دلوقتي مش هتقدر تتسجل معايا وتلعب معايا في افريقيا. هو بيقول للاداره كده ان هو مش هتقدر تسجل معايا في افريقيا، هتلعب بالدوري المحلي بس، فانا مش هستفاد بيها. فطبعا ديت يعني احنا مش شايفينها ان اي يعني، انا من وجهة نظر انا المفروض تيجي اللعيبه او الصفقات اللي انت عايزها من الدوري الاجانب او افريقيا والكلام ده كله. احنا في خبر برضو تاني بيقول ان يعني الاتحاد الدولي قال لك الصفقات هتفضل مفتوحه للانديه ال 32 نادي بتوع اللي هم مشاركين في كاس العالم، هتفضل الصفقات مفتوحه علشان عاوزين يعملوا بطوله جامده جدا والناس كلها تدعم بشكل جامد. فانت عادي لما تجيب لاعب ولا اتنين ولا تلاتة وما يلعبوش معاك في دوري ابطال افريقيا، هيلعبوا معاك في يناير، يعني هيبداوا معاك في يناير الجاي يبداوا يلعبوا معاك، لكن حاليا دلوقتي مش هيقدروا يلعبوا معاك. تمام ماشي، احنا معاك في القرار دوت، لكن بعد كده هيلعبوا معاك على الاقل خالص، تبص عليهم في الدوري المصري، وبعد كده تحطهم في افريقيا، بعد كده تحطهم في القائمه بتاع كاس العالم الانديه. زي ما احنا قلنا كاس العالم الانديه هيفضل مفتوح معاك. وبرضو النقطه اللي احنا هنتكلم فيها النهارده، ان يعني ليه الاهلي ما بيشتغلش بسيستم الانديه الكبيره؟ طبعا يعني مثلا نادي زي الهلال، نادي زي النصر، نادي زي الفرق الكبيره ديت، لما بتخش مثلا داخل على كاس العالم، العين نفسه، العين عمل صفقتين لسه من قبل، يعني من حوالي يومين ثلاثه، صفقتين جامدين جدا. ليه الاهلي ما يعملش كاسمين؟ يعني يجيب اسمين تقال ويجيبهم على الاقل خالص موسم واحد يلعبوا معاه كاس العالم والكلام ده كله، وبعد كده يمشوا عادي مفيش اي مشكله عندنا. ليه الاهلي ما بيعملش الحته ديت؟ ورغم ان الاهلي الخزينه بتاعت الفلوس عنده مش وحشه، حلوه، يعني تقدر تجيب جميع اللعيبه اللي انت عايزها. واحد زي ساديو ماني ممكن تقدر تجيبه، يعني مش هقول لك بقى تجيب ميسي وتجيب كريستيانو وتجيب الكلام ده كله عشان هيبقى كلام بيتقال وخلاص. واحد زي ساديو ماني ممكن كنت تجيبه، فيرمينيو ممكن كنت تجيبه، لعيبه كتيره قوي ممكن كنت تجيبها من الدوري الانجليزي اللي هي اصبحت دلوقتي بتلعب في الدوري السعوديه. ممكن كنت تجيب اي لاعب من دول على الاقل خالص يعمل لك، يعني يعمل لك فرق مع اللعيبه، وعلى الاقل خالص اللعيبه نفسها هتبقى واخده منه خبره الدوري الانجليزي والدوري الاوروبيه كلها، فهتبص للاعب بيتدرب ازاي، بياكل ازاي، والكلام ده كله هيفرق مع اللعيبه هنا في مصر. يعني على الاقل خالص لو جبت صفقه ولا صفقتين من اللي كانوا بيلعبوا يعني في الدوري الانجليزي والكلام ده زي ما السعوديه عامله، على الاقل خالص اللعيبه هتغير منهم وهتقلدهم في الصح مش في الغلط. فيا ريت الاهلي يبدا يعمل حاجه زي كده، مش هيخسر اي حاجه خالص لو عمل صفقتين ثلاثه على الاقل خالص عشان كاس العالم اللي جاي. طبعا في صفقه ان شاء الله هنتكلم عليها الحلقه اللي جايه، بس هي كانت مش انا كنت هتكلم معاكم في الحلقه ديت، بس المشكله ان هو خلاص لسه في كلام، بس الاهلي بيخلص فيه من تحت لتحت كده. لو اتاكدت منه وجات لي المعلومه
هطلع بكره ان شاء الله واقول لكم على الصفقه الجديده بتاعه الاهلي. ولو وصلت لحد هنا ما تنساش تصلي على النبي وتذكر الله عليه افضل الصلاه والسلام، وكمان تعمل اشتراك ورايك علشان يوصل لك كل جديد من تايم الاهلي. وفي النهايه شكرا لدعمكم، واشوفكم بكره ان شاء الله. السلام عليكم.